السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم بسبوسات فرديين رائعين جدا في المذاق، كيجيو ولا اروع، خفاف هشاشين سهلين في التحضير بمكونات اقتصادية متوفرة في كل بيت. غادي نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في إناء غادي نوضع قبصة ديال الملح، زوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، نصف كأس من السكر حبيبات. غادي نخلط المكونات جيدا حتى كيندمجوا مع بعض. نخلطوا البيض والسكر، خلطوه مزيان. هاد البسبوسات ساهلين دغيا كيوجدوا، والاهم انهم لذاذ بزاف. عندي هنايا قشور ديال البرتقاله، تقدروا تستغناو على البرتقال وتعوضوه بكيس من سكر فاني. غادي نضيف نصف كأس من الزيت، كنضيفوه بالتدريج وكنبداو نخلطوه كما شفتوا معايا. كنخلطو مزيان. عندي هنا علبه من الياغورت بنكهه الفاني. صافي غادي نخلطها مع المكونات جيدا. وغادي نضيف هنايا نصف كأس من جوز الهند. جوز الهند كيعطينا واحد الطعم رائع لهاد البسبوسات. وعندي هنا كأس من السميد اللي نكونوا غربناه من قبل. صافي غادي نبدا نجمع الخليط، كنخلطو مزيان كما شفتوا معايا. وعندي هنا كيس من خميره الحلويات بوزن 8 غرام. وغادي نضيف نصف كأس من السميد بالتدريج، ما كنضيفوهش مره واحده باش كنتحكموا في قوام الخليط. صافي كما شفتوا معايا بعد ما خلطت الخليط غادي نضيف الكميه المتبقيه. بالنسبه للسميد رفدت لي هاد البسبوسات، رفدوا لي كأس ونصف من السميد ونصف كأس من جوز الهند. عندي هنايا ملعقه صغيره من الخل، كتعطينا الهشاشه لهاد البسبوسات وفي نفس الوقت كتحيد لنا رائحه البيض، واخا هما راه ما كيجيوش فيهم رائحه البيض نهائيا، خصوصا من فيهم البرتقال، قشور ديال البرتقال. صافي دابا غادي نجمع الجوانب ديال الخليط باش كنتفاداو اي كويرات. كما شفتوا معايا هذا هو القوام ديال الخليط، كيجي على هذا الشكل. السميده دغيا كتشرب السوائل ودغيا كيعقد الخليط. مباشره غادي نوضعهم في المولات صغيورين كما شفتوا معايا اللي سبق لي، ودهنتهم بالزبده ورشيت عليهم القليل من السميد. بالنسبه للمول وجدوهم قبل ما تبداو توجدوا البسبوسه ديالكم. كما شفتوا معايا الخليط راه دغيا كيعقد ديال البسبوسه. صافي غادي نبدا نوضعهم، نوضع الخليط وكنضغط عليهم شي شويه باش كيتقاد لنا الخليط ديال البسبوسه. صافي من بعد ما غادي نعمرهم كاملين هاد الخليط كيرفد لي 9 ديال الكميه، عطاتني 9 ديال البسبوسات صغيورين، وراه ماشي صغيورين، راه متوسطين الحجم، يعني ماشي دوك الصغيورين كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نوضعهم في الفران شاعل من الاسفل فقط على 170 درجه، نخليهم حتى كيطيبوا مزيان وكيطلعوا من الاسفل كيتحمروا مزيان. وكنشعل الفران من الفوق باش يتحمر الوجه ديالهم، وكنطلعوهم الفوق باش كيطيبوا من الفوق ويتحمر الوجه ديالهم. صافي كما شفتوا معايا من بعد ما كملت الكميه كامله دابا وضعهم في الفران. مباشره من بعد ما وضعت البسبوسات في الفران دابا غادي نوجد السيرو. عندي هنا كأس من عصير الليمون وملعقه واحده كبيره من السكر. تقدروا ديروا 2 ملاعق او 3 ديال السكر. صافي غادي نوضع السيرو فوق النار حتى كيعقد مزيان وكيغلى مزيان. كما شفتوا معايا من بعد ما خرجت البسبوسات من الفران كيجيو على هذا الشكل، كيجيو ولا اروع، كيجيو خفاف هشاش بزاف وهما باقيين سخان. غادي نسقيهم بالسيرو اللي وجدت معكم. انا غادي نصفيه هنايا. صافي غادي نصفي العصير السيرو ديال الليمون وهو بارد، راه غلا وبرد. صافي والبسبوسات عندي سخانين، غادي نبدا نسقيهم. راه كيتشربوا داك السيرو، صدقوني كيجيو رائعين خصوصا بطعم البرتقال.
صافي غادي نسقيهم وهما باقيين سخان، والسيرو راه بارد، راه خليته غلا مزيان فوق النار حتى كيبدا يتقل شي شويه. تقدروا ديروا غير الماء، ديروا كأس من الماء وديروا معاه شرائح ديال الليمون الا ما كانش متوفر عندكم البرتقال. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل، تنسقيهم كاملين ونخليهم على جنب حتى كيبردوا مزيان. كما شفتوا معايا راه خليتهم بردوا، عاد كنحيدهم من الليمون، كيتحيدوا بكل سهوله. انا راه دوزت لهم شي شويه ديال الطياب. كما كتشوفوا معايا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين جدا، كيجيو خفاف ولذاذين بزاف. والكميه راها معقوله، كما شفتوا معايا راهم كبار ماشي صغيورين. صافي دابا غادي ندوزو للتزيين بعد ما خليتهم حتى بردوا وشربوا السيرو. عندي هنايا المربى ديال المشماش، وعندي هنايا الكاوكاو كونكاسي حمرته من قبل، وجوز الهند. التزيين دائما كما كنقول لكم اختياري وعلى حساب اللي متوفر عندكم في الدار. تقدروا تدهنوهم غير بالمربى وتخليوهم غير هكاك، راهم كيجيو لذاذ بزاف. صافي انا غادي نستمر على هذه الطريقه، غادي نزينهم باللوز مهرمش كونكاسي اللي سبق لي وحمرته من قبل محمر. تقدروا تزينوهم باللوز ايفيلي كما شفتوا معايا كيجيو رائعين. صافي والكميه الاخرى غادي نزينها بجوز الهند. تزيين بسيط وسهل وسريع، المهم هو المذاق ديال البسبوسات كيجيو لذاذين بزاف. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل التزيين كامل اللي عندي. من بعد ما زينت البسبوسات كما شفتوا معايا، انا درت هنايا 6 بالكاوكاو مهرمش، و3 درتهم بالجوز الهند، وزينتهم بورقات ديال النعناع كما كتشوفوا. تزيين بسيط وسهل، وفي نفس الوقت كيجي تزيين زوين بزاف. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البسبوسات اللي وجدت معكم، ساهلين والاهم انهم لذاذ بزاف. صافي غادي نقطع معكم وحده باش نشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو هشاش خفاف ورطبين، ما كيجيوش قاصحين نهائيا. كما كتشوفوا كيجيو ولا اروع. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتنجح معكم وتبقاو على خير.